كرة ترسل بهذه الطريقة عرضية عالية وهدف بالراس أحمد علاء الدين للعناب القطري. كما انتقى كريستيانو رونالدو القطري يفتتح النتيجة أخيرا في شوط المباراة الأول، يسعد السيد برونو وهدف تعليق. شوف الكرة كيف وصلت من البياتي، عرضية عالية ارتقى من العنابي. يتقدم الآن العنابي القطري في منتخبنا الوطني. هنا الكرة ملعوبة وهدف، الله، هدف التعادل أخيرا. المنتخب البحريني يسجل ويعود بتسديدة قوية من البديل الناجح في شوط المباراة الثاني. كيف لا تبدأ به يا هيليو سوزا؟ كيف إنزاله هو من حرك مكان ثابتا في المنتخب البحريني. تسديد غيرت الاتجاه، ولكن اتجاه المنتخب البحريني واضح. سجل ويضع الكرة في المرمى. راح نشوف عبد الله يوسف يا هي اعصاب في اللحظات الاخيره. ضيع المنتخب العماني في مثل هذه اللحظات، وضيع المنتخب اليمني في مثل هذه اللحظات، لكن عبد الله يوسف لا يضيع يسجل للمنتخب. عبد الله يوسف سنوات الاحتراف لم تضع هباء في هذه اللقطة، بكل أريحية يضع وفي دقائق قاتلة من عمر المباراة من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب، تسبب في هدف أول وتسبب الآن في الهدف الثاني، هو محمد وعد البياتي.